الأوباش العاطلين اللي عايشين بالتهريب وبالسرقة، والناس ديال الشمال راه عرفوا ولي العهد، وحسن ما يعرفوش الحسن الثاني في هذا الباب، يعرفوا الحسن الثاني اللي مولفين به. ما انا كنعرفوه ما تعرفون. إلا مشينا لكولومبيا غادي نلقاو بابلو إسكوبار، وإلا عوجنا الفولو لطريق المكسيك فراه غنلقاو إل تشابو. أما إلا رجعنا للمغرب فراه كاينين بزاف ديال الأسماء اللي هزو لبرا في العالم ديال الحشيش، ولكن من بينهم كاملين كيبقى اسم واحد اللي خلى بصمة كبيرة وكان بارون ديال بصح، ماشي غير في المغرب ولكن حتى في أوروبا، واللي كان معروف بحميدو الديب. اين فوا كتسمع بارون ولا تاجر مخدرات كيجي في بالك داك الشخص اللي عايش بالهيبه وما كيرحمش وكيصفي الحساب مع اي واحد كيعارضو، فلوسو كيمشيو غير في الصغير والليالي الحمراء، وحتى البوليس ما كيقدروش عليه. ولكن حميدو الديب القصه ديالو مختلفه بزاف. فشكون هو هاد خونا وكيفاش دخل لعالم التهريب، وشنو علاقته بدريس البصري، وكيفاش دارت ليه الصابونه، والملايير اللي جمع فين مشات. هادشي اللي غنباليو به في هذا الفيديو. مشينا. احمد بونقو الملقب بحميدو الديب تزاد سنه 1944، وملي وصل 17 عام بدا كيخدم في البحر وكيعاون البحاره، ومع المرور ديال الوقت بدا كيتعرف على الحياه البحريه، شاف بعينيه الهجره السريه وتهريب الحشيش، وهنا ضرو راسو ولا عنده الفضول باش يزيد يتعلم ويعرف اكثر. وفي 1970 شرا واحد الفلوكه صغيره، ومن تما بدا كيسافر بالليل وكيعيش البحر على طريقته. وهذه كانت غير البدايه ديالو في تهريب المخدرات لاوروبا. مع الوقت بدا كيتعرف على ناس من نفس الميدان وكيوسع من النشاط ديالو، خصوصا ان الفتره ديال الثمانينات كانت شاخضه ومزهره في التهريب، والشمال ولا قبله كيحجوا ليها كبار البارونات، وبالضبط طنجة اللي ولات عاصمه ديال التهريب في العالم ديك الوقت. وحميدو الديب كان واحد من اكبرهم، راجل عنده سلطه ونفوذ، عنده الخدامه ديالو كيسيروا البحر من كاب سبارتيل حتى القصر الصغير. كاينه روايات كتقول ان الحشيش كيتزرع في الريف وكيتجمع في طنجة، ومن بعد كيتشارجا في الفلوكات باش يتصدر لاوروبا. وفي الثمانينات حميدو قدر انه يرسل شحنات كبار لاوروبا، وهذا الشيء اللي خلى الناس يسولوا كيفاش كيدوز هذا الحجم الكبير من التهريب، وفين هي هاد الاجهزه الامنيه، واش ساكتين ولا حتى هما كيشدوا الفقيره ديالهم وتيربدوها. حسب بزاف ديال الشهادات الديب ما كانش خدام بوحدو، كان شاري الطريق، وقال في واحد الحوار مع مجله اسبريس بلي هو كيحتفظ غير ب 20% من الارباح فقط، و80% كتمشي لجهات اخرى وكيدير منها حتى اعمال خيريه. وقال بصريح العباره بلي بعض رجال الامن كيطلبوا منه باش يحرك العجله وكيقولوا لي خدم غير خدم على راسك، حيت مادام هو غيتغنى راه غيتغناو معاه. الروايات كتقول انه قدر يصدر اكثر من 6000 طن ديال المخدرات لاوروبا، والثروه ديالو حسب تصريحه كتراوح بين 30 و 40 مليار سنتيم. والقضيه راه ما حبساتش هنايا، قضيه وصلت انه قدر يتلاقى مع بابلو اسكوبار في كازا في 1992، واللي كانت عنده حريه انه يتسركل في المغرب. والهدف من اللقاء هو كانوا تيفكروا كيفاش يقدروا يردوا من المغرب طريق رئيسي للتهريب لاوروبا. الحاصل الديب رغم هذا الشيء كامل فراه كان داير خدمه نقيه مع الدوله،
باللي كان كيحظي البحر من كاب سبارتيل حتى للقصر الصغير، وكان كيدير هذه المهمه لصالح الدوله المغربيه، خصوصا في واحد الفتره اللي كانت فيها الهجره السريه كتنتشر بزاف، وكانوا الاسبان كيتشكاو من العشرات ديال الفلايت اللي كدير الديبار من السواحل المغربيه، والدوله ما قدراتش تضبط الوضع. وهنا دخل الديب، فراه كان كيمنع اي حراق يدوز من المنطقه اللي كيسيرها. الرجال ديالو ما كيسمحوش لشي فلوكه تدوز بلا ما يعرفوها، وهذا الشيء خلى البحر ديك الساعه يولي سيكوريزي بزاف، وهذا الدور اللي لعبو الديب خلى الدوله تعتمد عليه في السر، وماشي غير في الامن البحري. الديب حتى في القضايا الكبيره كان كيدخل. قال في التصريح ديالو: انا كنت السبب في القبض على مجرمين قتلوا اجانب في طنجه، حيت البوليس ما قدروش يوصلوا ليه، والرجال ديالي هما اللي جبدوه. بل اكثر من هكا، واحد من الرجال ديالو حسب كلامه كان هو السبب في قتل واحد من المتورطين في احداث ارهابيه وقعت في فندق اسني مراكش، ومن بعد تم تسليم المتهمين للسلطات الامنيه. والديب بطبيعه الحال ما وقفش هنايا، بالعكس كان كيلعب دور كبير في مجالات مختلفه، من الامن اللوجستيك وحتى الاعمال الخيريه. فراه بالنسبه لجميع الحسنات والعمل الخيري فراه كانت عنده حصه الاسد. فراه قدر يبني ديور لعدد كبير من الناس اللي خدموا معاه، وحتى الناس اللي ما قدروش يخدموا ولا ما عندهمش الصحه باش يخدموا، وكان كيعطيهم دخول شهري، وكيصرف على بزاف العائلات والمساجين خصوصا اللي في الشمال. وهذا الشيء فعلا كيأكدوا عليه الناس ديال الشمال، لدرجه ان بزاف ديال القصص والروايات كتدور على هذه الشخصيه، والبعض منهم كيصورها بحال الاسطوره، ولاو تيشوفوه بحال روبن هود ديال المغرب. ومن بين القصص اللي كتقال عليه واللي رواها واحد الشيفور ديال الطاكسي، قال باللي كان كيدير الطراجي بين طنجه وتطوان، وفي واحد الشتويه مبرده ما لقى حتى شي كليان، وقرر انه يرجع في حاله خاوي، وفي الطريق خسر ليه الطاكسي، ووقف عليه الديب مع 3 ديال الرجال ديالو ضاربين خطوط نقيه. سولو الديب: مالك؟ جاوبو: راه خسر ليا الطاكسي وتهرس الموتور. وهنا الديب شد واحد القنب وجر الطاكسي حتى لتطوان. كانت ديك الساعه 4 ديال الصباح، وملي وصلوا سولو الديب: شحال كتشري الموتور؟ جاوبو: شي 1,000,000 تقريبا. وواحد من الرجال اللي معاه قال لي: انا نخلص عليه. ولكن الديب قال لي: لا انا اللي خاصني نخلص، راه هذا من ولاد بلادي. وعطاه 1,000,000 وزادو شي بركه، وقال لي: هادي باش تعمر بها دارك وما تبقاش مخصوص الايام الجايه. وزيد على هذا الشيء كان كيفرق الضحيه ديال العيد على المحتاجين والفقراء، وكان كيدوز بالطوموبيل، وفاش كيشوف شي حد باينه مقوده عليه كيهبط الزجاج وكيمد ليه الفلوس. ولكن واخا هاد الاعمال الخيريه كامله، فراه ما خصناش ننساو باللي الديب هو غير لقب لأحمد بونقوب، فراه كان كينقب نيت. ولقب الديب راه ما جاش من فراغ، فراه كان معروف بمكر الذئب، والرجال ديالو كانوا كيعرفوا كيفاش يوصلوا الميساج لاي واحد كيعارضو. وفي نفس الوقت الديب صرح بنفسه باللي هو من اكبر المهربين ديال الحشيش في الشمال، وقدر يجمع ثروه كبيره من التهريب. فراه بصح الناس كيشهدوا عليه بالخير، ولكن ما خصناش ننساو باللي المخدرات خربات بزاف ديال العقول ودمرت عائلات كامله، وخلات بزاف ديال الامهات يبكيو ليالي طوال. وما خصناش تاني نخليو العاطفه تغلب على العقل ونخلطوا المفاهيم. فراه الخير هو الخير والشر هو الشر، والحلال معروف والحرام معروف. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4. ومن بين الأسئلة: منين جبتي فلوس؟ وفين صرفتيها؟ يعني كيفاش يمكن لتاجر مخدرات اللي عارف بلي هاد التجارة خايبة يدير بها الخير ويتصدق بها؟ واش هذا غير مجرد تلميع للصورة؟ واش فعلا النية صافية؟ فراه هاد الأسئلة اللي خاصنا نطرحوها. الحاصل كلشي كان غادي مزيان، والعجله ضايره، والدنيا مرشوشه حتى النهار اللي تقلبات فيه الايه. وهنا كنهضروا على الحمله التطهيريه اللي دارها الحسن الثاني
ضد كبار المهربين في 1996. من بعد ما ولا تهريب المخدرات مهدد الاقتصاد الوطني، وحتى التقارير ديال البنك الدولي قالت باللي مستقبل المغرب في خطر. وزادت عليها حتى الامم المتحده بتقارير على الكميه الكبيره اللي كيتم التهريب ديالها لاوروبا عن طريق المغرب. الحسن الثاني طلب من الوزير الفلاني يتابع الملف، ولكن خونا تعذر عليه بسبب انه كان مريض. وهنا تكلف الملك مباشره وعطى الامر للوزير دريس البصري باش ينفذ الحمله، وبهكا تم اعتقال اكثر من 1200 شخص، وكان من بينهم حميدو الديب. فحسب الروايه ديال حميدو الديب تيقول باللي جاو عنده البوليس السيفي وفتشوا ليه الدار والديبوات وكاع الممتلكات ديالو، ولكن ما لقاوش شي دليل ملموس، ومن موراها هزوه لحبس القنيطره. ومن بعد المعتقل تمارا وتم التحقيق معاه على الثروه اللي عنده وعلى العلاقه ديالو بالتهريب والمصدر ديال الاملاك ديالو. التهمه اللي وجهوها ليه هي التهريب الدولي للمخدرات. وكيقول انه خلال التحقيق جاء عنده مسؤول امني كبير وقال ليه حنا عارفين الخير اللي درتي والخدمات اللي كدير، ولكن الاوروبيين راه صدعونا وخاصك تضحي وتعتبر هذا الشيء خدمه لبلادك. وبالفعل قالوا ليه غير يصبر حتى تزقى الدواء وتبرد العاصفه، ومن بعد غيرجع كل شيء كما كان. ومن بعد 17 يوم ديال التحقيق طلبوا منه باش يوقع على المحضر، وكيقول انه وقع بلا ما يقراه حيت ما كيعرف لا يقرا ولا يكتب. وهنا كيبقى السؤال الكبير، كيفاش واحد واصل لهذا المستوى كيبني مشاريع وكيمول تهريب المخدرات لاوروبا وما كيعرفش يقرا ولا يكتب؟ وفي الاخير تحكم عليه ب10 سنين وتحجزات بزاف ديال الاملاك ديالو، بحال الارض الكبيره في المرسى في مدينه طنجه، واراضي كثيره في مالاباطا بمساحه تقريبا ديال 29 هكتار وبزاف ديال الديور. وكيقول الديب انه كان مستهدف من طرف البصري، حيت قبل حمله التطهير طلب البصري من عائلته يشريو املاك الديب بثمن بخس الرخا لله. ومن بعد ما تحكم عليه خسر بزاف ديال الاملاك ديالو ودوز تقريبا 7 سنين في الحبس. وحتى في هذه الفتره كاين اللي كيروي عليه مواقف انسانيه دارها، بحال انه بنى قاعات الاستقبال في السجن المركزي باش يسهل على العائلات يزوروا ولادهم. وكان واحد المعتقل مسجون حيت شارك في مظاهرات ضد البصري، كيقول انه هو وصاحبه ملي دخلوا للزنزانه لقاو حميدو الديب مرحب بهم وكان كيعطيهم الماكله والماء. وحده في رمضان كان كيجيب الفطور للسيكتور كامل اللي كان فيه في الحبس. ومن بعد 7 سنين ديال الحبس خرج الديب بعفو ملكي من عند الملك محمد السادس في 2003، وصرح الديب ان الفضل كيرجع للملك، حيت من بعد العفو ملكي توقفوا بزاف ديال المحاولات النصب على ما تبقى من الاملاك ديالو، وتجمدت جميع الاجراءات اللي كانت غاديه تسلب الممتلكات ديالو خصوصا البيوت والعقارات. ورغم هذا الشيء كامل الديب باقي كيطالب باسترجاع الاملاك اللي تحيدات ليه، خاصه وان الناس اللي تعتقلوا معاه رجعت لهم املاكهم. وبهكا غنوصلوا لفانت القصه اللي كان لاباز ديالها على التصريحات ديال حميدو الديب وعلى الحكايات اللي كتروج عليه. نتمنى تكون عجباتكم القصه ونتلاقاو في قصه اخرى ان شاء الله. علي Yes, we dance on the floor in a round. She says I am the one. Cause we dance on the floor in a round. She told me her name was Billie Jean. She caused the scene. Then every head turned with eyes a dream of being the one. We dance on the floor in a round. She says I am the one. Cause we dance on the floor in a round. And people always told me, be careful who you love. Don't go around breaking
breaking young girls' hearts. Your mama always told me, be careful who you love, be careful what you do, 'cause love becomes a true. Billie Jean is not my lover, she's just a girl who says that